مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24، أهلا وسهلا بحضراتكم وبث جديد من محافظة الإسكندرية. يقول عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني كانت هذه آيات من القرآن عن وصف وأهمية الوالدين في حياة الإنسان. ويعني دائما ما يقول العلماء إن ربنا سبحانه وتعالى ربط طاعته وعبادته وقارنهم بينهم وبين بر الوالدين وعن مكانة الأم والأب. وعندما يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبيك. ويقال على الأم أنها تحمل طفلها ورضيعها كرها وتضعه كرها، حمله وفصاله في عامين. يعني مشقات كثيرة وصعاب كثيرة تتحملها الأم لتنجب ابنها أو ابنتها وتنتظر أن يكون عونا وسندا لها في الحياة، تنتظر أن يكون ذخرا لها، تنتظر الأم ابنتها حين زفافها وهي تزفها إلى عريسها، وتنتظر ابنها حين يكبر ويكون سندا وظهرا لها. يعني اليوم موجودين في قصة مؤلمة وقصة صعبة وقصة حزينة. ابنة تقوم بقتل والدتها. تفاصيل صعبة وتفاصيل يعني مؤلمة وتفاصيل تجعل الطفل يشيب في مهده. خبر كالصاعقة، خبر كالفاجعة. يعني كنا نسمع عن عقوق الوالدين، نسمع عن ان طفل او ولد او شاب نهر امه زعق لها، وكنا يعني بنتعامل مع هذا الموقف بشكل من الضجر وشكل من يعني الحزن الكبير. في منطقة محطة مصر بالإسكندرية شهدت جريمة قتل ليست كأي جريمة. ابنة تقوم بقتل والدتها في ظروف غامضة، ما زال البحث والتحري عنها قائم. طبعا تلقت مديرية أمن اسكندرية اختار بيفيد يعني بجريمة قتل أو بحادثة قتل. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف للوقوف على ملابسات الواقعة، للوقوف على ايه اللي حصل. جريمة قتل في ظاهرها امر طبيعي وامر عادي ان في حصل جريمة قتل، فرجال المباحث الجنائية تحركوا طبعا للوقوف على الوضع. ربما يكون في ظاهر الموضوع خضة وصدمة، ازهاق نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خيرا من أن يراق دم امرئ مسلم. ولكن ربما يعني أصبح الأمر للرجال المختصين بالنسبة لهم أمر طبيعي، ولكن كانت الفاجعة وكانت الصادمة عندما انتقلوا إلى المكان واتضح من الأمر أن القاتل أو القاتلة هي ابنة المقتولة، يعني الجانية هي ابنة المجني عليها. في اللحظات الأولى كان الموضوع بمثابة الصدمة، ويعني نوع من أنواع الدهشة في هذا الأمر اللي خلى الجميع يعني يقف مزبهل. ويعني الموضوع كان دوى في أرجاء منطقة محطة مصر بمحافظة الإسكندرية كجريمة بشعة وكجريمة صعبة شهدتها منطقة محطة مصر. ففي العقد الثالث من عمرها يعني قامت بهذا الفعل وبهذا الجريمة أو هذه الجناية اللي وقف أمامها كل من سمعها في لحظة من الصمت ولحظة من الألم والحزن، دون يعني عدي.
طبعا كان هناك يعني نوع من انواع الصدمه ونوع من انواع الصمت اللي ظل لحظات بعد الوصول لهذا الخبر او لهذه الصدمه. وزي يعني ما قلنا لحضراتكم بدأ الأمر كفاجعة لدى الكثيرين عند سماع هذه الحادثة. طبعا على الفور يعني تم إلقاء القبض على هذه الفتاة اللي في العقد الثالث من عمرها في لحظة من الذعر أو لحظة من الألم لدى الكثيرين. طبعا تفاصيل يعني الجريمة أو تفاصيل الأسباب وراء هذه الجريمة البشعة ربما لم تتكشف بعد، ولكن تفاصيل صادمة من فكرة إن ابنة تقوم بقتل أمها. طبعا على الفور يعني تم القبض على هذه الفتاة وسط بقى تكهنات، يعني البعض يقول إن هي عندها اضطراب نفسي، والبعض يقول ان هي بدأت تفتعل هذا الامر يعني لتداري على هذه الجريمة او على هذه الواقعة اللي ما زال لغزها مش معروف واسبابها مش معروفة. فتاة تقوم بهذا الفعل، ويعني فتاة تقوم بقتل امها، يعني هذه الفتاة اللي راحت منها كل معاني الرحمة وكل معاني الإنسانية. ربما يكون معروف أكتر على الولاد أو الرجال اللي هم بيكون عندهم غلظة، بيكون عندهم نوع من أنواع جمدان القلب، ولكن لما الموضوع يوصل لفتاة ويوصل لبنت تحدث هذا الأمر يعني في والدتها بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة، كان الأمر بمثابة صدمة كبيرة لدى كل المحيطين، وفزع عاشته يعني منطقة محطة مصر بمحافظة الإسكندرية عقب يعني القبض على هذه الفتاة اللي تأكد فعلتها وجريمتها، وطبعا اللي يعني في هذه اللحظات هي موجودة تحت ايد رجال الامن، اللي طبعا في القريب العاجل هيكون تكشفت كل الالغاز الخاصة بهذه الواقعة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدينا ومتابعي كده لايف قناه الكهرباء 24، يعني طبعا الغاز القضيه وتفاصيل القضيه والاسباب اللي دفعت هذه الفتاه لهذا الامر ربما يعني يتم كشفها في الساعات القادمه.